استنى بس، تعالى نتفرج على المكنه دي. زي ما انت شايف كده المكنه دي كلها هاديه، راكب فيها جنطين سلك ومعمول فيها كام لمسه خفاف. المكنه دي هتتقسم كلها نصين وهتتحول معاك، يلا نشوف. المكنه دي بقى صاحبها عايزها تكون هاديه وفي نفس الوقت يكون فيها كام لمسه تخطف. زي ما انت شايف كده هي اوريدي راكب فيها كام لمسه خفاف زي الجنوط السلك والحزام بتاع الشلته والكام لقطه البساط اللي قدامك دول. المكنه دي بقى ناقصها كام حاجه ومحدش هيعرفها غير الناس اللي ذوقها عالي، واللي يعرف يكتب لنا في الكومنتات. وهنا بقى انا بفرجك على كل تفصيله في المكنه. زي ما انت شايف كده المكنه فيها لقطات بسيطه جدا بس محتاجه لمسه تظهر الشغل ده، وطبعا ده بقى اللي هنبدا نعمله. انا عايزك بقى تركز في المكنه قوي وتشوف شكلها كويس قبل ما نبدا نفكها ونشتغل فيها. طبعا احنا دلوقتي فكينا المكنه وفكينا طقم الصاج بالكامل عشان هنبدا نقسمه لونين ونرجع نقفل المكنه تاني. ركز بقى معانا كده في التفاصيل عشان ان شاء الله انت في اخر الفيديو ده هتشوف المكنه دي بعد ما خلصت، وكمان هتشوف وحش تاني. هنا بقى احنا هنبتدي باول حاجه التانك. ربطنا التانك مكانه وهنبدا نقسم التانك باللونين. طبعا عشان نختار لون مميز حطينا كذا لون زي ما انت شايف كده، وبدانا نختار ايه اللون اللي هيمشي معاه. اخترنا الدرجه دي هتفرق في طقم الصاج وخصوصا لما الطقم يخلص. وهنا بقى ابتدينا نفرد الخامة على التانك زي ما انت شايف كده عشان خاطر نبدأ نعمل نص التانك كله. طبعا التانك النصين ده بيبقى متاح عندنا منه شكلين، شكل احنا بنعمله نص ونص زي ما انت شايف كده، وفي النص التاني اللي هو الطباعة بيبقى داخل في بعضه. طبعا احنا عملنا منه اللون اللبني قبل كده، وعملنا اللون البينك قبل كده، وعملنا اللون الكرومبي قبل كده. النهاردة بقى احنا بنعمل اللون الجديد اللي انت شايفه قدامك ده. وطبعا صاحبها اختار اللون ده عشان يكون مختلف ومميز. وهنا بقى هنبدأ نقفل الجناب عشان نبقى شدينا التانك النص بتاعه كامل. دي النتيجة النهائية اللي طلع بيها طقم الصاج. طبعا احنا بعد ما قسمنا اللونين عملنا طبقة حماية بالكامل على طقم الصاج كله عشان خاطر تحافظ عليه من الخربشة ومن بهتان اللون، وكمان تغسل براحتك مفيش اي حاجة تأثر معاك. زي ما انت شايف كده دي النتيجة النهائية ليه. طبعا الكيس ده بيبقى كيس تاني فوق طبقة الحماية اللي احنا كنا لسه بنشيله دلوقتي، وكمان عملنا اللقطة البسيطة اللي في الشرايط دي عشان خاطر تكون مميزة معاه. طبعا المكنة كلها بقت هادية وفي نفس الوقت فيها لقطة مميزة. وده بقى الشكل اللونين مع بعض لما تقسم مكانتك نصين. زي ما انت شايف المكنه كلها هاديه بس ناقصها لمسه، اللي هياخد باله منها يكتبها لنا في الكومنتات. طبعا من اهم الحاجات اللي انت ممكن تعملها في مكانتك هي طبقه الحمايه بالكامل لطقم الصاج عشان خاطر تحافظ عليه من الخربشه ومن بهتان اللون. طبعا انت لو حابب تعمل مكانتك تقدر تيجي تنورنا في المكان ونحول لك مكانتك. ركز بقى في المكنة دي كويس جدا عشان هتشوف المكنة دي وتشوف المكنة التانية، وما تنساش بقى تقول لنا رأيك في المكانتين وأنهي مكنة فيهم أشد.